السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى أهله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاج أقول لكم إنكم وحشتوني كتير جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان خاطر يوصلكوا اي جديد انا بنزله من رواية عذاب انثى او غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل مع اسيا وجاسر وباقي ابطال روايتنا. يلا بينا. بعد مرور من الوقت ماريا جت على وشها الحزن وهي بتقول لها بعصبية: بقولك ايه، ابنك ده لو مبطلش يقول لي يا طنط ما تخلوش يقول لي يا طنط، انا مش كبيره انا. معلش خلاص ما تقولهاش يا طنط. ازاي يا ماما؟ ما هي طنط. ولا قلت لك ما تقوليش يا طنط، انا مش طنط. سامع ولا مش سامع؟ اهدي شويه. خلاص مش هيقولك يا طنط، ما تقولهاش يا طنط، ماشي؟ حاضر يا ماما، بس كده عيب. ولا بطل. انا صبري نفد خلاص، اقسم بالله ما هقدر استحمل. خلاص بقى، في ايه؟ ما تبطلي جو الاطفال الصغيره دي. بس انا بتعصب لما يفضل يقول لي طنط. انا مش طنط، انا لسه صغننه، تعرف انا اصغر منك. ازاي يا طنط؟ ما انت كبيره وتخينه. ده بيقول لي يا طنط وكمان بيقول لي تخينه. مين دي اللي تخينه؟ على فكره انت اضخم مني بكتير. بطل بقى اكل شويه، ها؟ عمال تاكل انت. ايه يا طنط؟ انا ما اكلتش. لا بتاكل وانا شفتك. شفتيني ازاي؟ العصفوره قالت لي. هي العصفوره قالت لي. خلاص بقى بطلي شغل عيال. خلاص انا مسكت. بس ما اسمعوش بيقول لي طنط، انا اسمي ماريا على طول. خلاص بقى بطلوا شويه. في ايه يا متي يا ماريا؟ ما تلمي نفسك شويه. ايه يا ماما ده؟ يا ماما بيقول لي يا طنط. يا بنتي ما فيها ايه لما يقول لك يا طنط. المهم بصي يا بنات بقى، بصي يا اسي، احنا عايزينك النهارده تباتي معانا، ماشي؟ ايه؟ ابات معاكو؟ اه. انتي تقريبا لسه ما اجرتيش شقه ولا لقيتي شغل. اه لسه. انا اصلا معيش شهاده. افتكرت اليوم اياه، حاولت تهدي اعصابها. ماريا راحت شعورها وأسيل وأم ماريا كمان وقالوا لها: خلاص يا ستي اقعدي معانا، فيها ايه يعني؟ الله، اذا كان محدش هيشيلك امال احنا لازمتنا ايه بقى؟ تسلمين يا رب، بس انا ما ينفعش تقل عليكم. نعم؟ إيه اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ انتي هبله ولا ايه؟ مين ده اللي تقلي علينا؟ ده احنا عيله خلاص. انتي بنتي، انتي نفسك قلتيلي يا ماما، صح؟ ايوه صح. على فكره ماما عندها حق، وانا اصلا محضره من شويه مسلسل تركي يستاهل قعده يعني. والله. والله. عيب عليكي يا بنتي. يا لهوي عليكي بجد يا ماريا، ما اتغيرتيش خالص. الله، وانا ايه اللي يغيرني يعني؟ رياح الحياه ولا هوا السماء؟ مش فاهمه يعني. رياح الحياه ولا هوا السماء؟ كده الاتنين واحد. ايوه. وانتي يا ماريا وانتي يا اسيل خليكي كمان قاعده معانا. وفعلا قضوا يوم جميل جدا ما بين الضحك والهزار وكل حاجة. وبالليل كانوا قاعدين وبيتفرجوا على مسلسل لحد ما البنات كلهم ناموا. أسيا بدأت إن هي بصت يمين وشمال وكانت زهقانة وقررت إن هي هتنام، لكن بعد محاولات من النوم